بابايا كان رئيس هيئة تدريب أولًا بابا يعني كان رياضي طول عمره، وكان بيلعب ألعاب قوة، وكان خَد بطولات كتير، وبعدين سافر الكويت اشتغل هناك مدرب ألعاب قوة، والحمد لله وصل لمرحلة إن هو بقى رئيس هيئة تدريب في أحد النوادي المهمة جدًا في إمم. الكويت. وأنا عندي أخين، واحد اسمه شادي الكبير، التاني اسمه محمد فادي إمم. مركّب، مُركّب. بس شادي وفادي، كنت أنا هابقى إيه، هادي، هادي. جدًا. زبادي أي حاجة فالحمد لله السنة اللي أنا اتولدت فيها بابا أخد بطولة الكويت والخليج بلاعب عنده هو اللي مأسسه اسمه خالد. بس. فالحمد لله إن الحمد لله إن إن خالد هو كسب. الحمد سمّاني لله من خالد. حظي. فاهماني؟ فبابا آه. كان في الرياضة طول عمره، إحنا سباحين أنا وأخواتي، أنا إمم. الأخ الأكبر مني وأختي أصغر مني كمان، إمم. عالية. هم فادي عشان فيروز طبعًا، شادي عشان فيروز، آه. وفادي عشان كان وقتها متجوّز صباح كان الاسم حلو، صح. وعالية أغنية يخرب بيت عيونِك للست فيروز طبعًا. فالحمد لله أنا الوحيد اللي طلعت خالد. طلعت خالد. فكلنا بس الرياضة بتفلق سباحين من معاك. طفولتنا. أنا أخدت بطولات في الكويت في السباحة في وقتها لمّا كان سنّي أصغر طبعًا. ولمّا رجعت بقى لمّا دخلت كلية تجارة جامعة القاهرة، خلاص ثانوية عامة في الكويت ودخلت كلية تجارة جامعة القاهرة، بدأت أرجع تاني أتمرّن. بس بقى بطريقة مختلفة، يعني سباحة مثلًا لو قدرت، مش طول الوقت يبقى في السباحة. بانزل مثلًا أجري مسافات طويلة، لغاية أمّا بدأت ألتزم بقى في الgym، إن أنا أطلّع كل الطاقة دي في الgym.